اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. حابه اشكر كل اللي سالوا عليا الفتره اللي فاتت ديت. انا فعلا كنت تعبانه شويه. حابه اشكر كل حبايبي من داخل مصر وخارج مصر، اقول لهم ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب، وما يخدكوش على نفسكم ابدا، ولا يخدكم على عزيز ولا على غالي. هنبدا روتيننا النهارده، روتين بسيط كده، وهنعمل كيكه ظريفه خفيفه كده، بس مغذيه جدا وجميله جدا. انتوا شايفين النظام بتاع الاوضه بتاعي كان عامل ازاي الاول؟ في مفاجاه يا جماعه. انا نقلت شكل الاوضه ووسعت المكان اللي انتوا شايفينه دوت، عشان في مفاجاه ان شاء الله هتيجي قريب يعني، بس في خلال الفتره اللي جايه ديت، بس معرفش بصراحه هتيجي امتى. عشان كده فضيت المكان دوت. وحذروا فزروا بقى في الكومنتات، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي هيجي الفترة اللي جاية ديت في المكان دوت. طبعا ومسحت، شايفين المكان. المكان طبعا كان كله تراب، او تراب كتير كمان، لانه بقاله فترة ما تشالش من مكانه. رشيت المية بقى هنا كده، علشان طبعا انا الفترة ديت كان عندي برد بصراحة، واي شوية تراب بفضل اكح وبتعب بصراحة. البرد شديد قوي فعلا، زي ما بيقولوا برد الصيف احد من الصيف، زي ما بيقولوا كده فعلا. كحة بقى وسخونية ورشح، أجركم الله، ربنا يعزكم يا رب، وما يتعبكوش أبدا، ولا المرض دوت يجي في جسمكم أبدا فعلا، لأن الصحة ديت كنز كنز كنز، ما يعرفش قيمتها فعلا إلا اللي تعبان. أنا كنت قبل ما أتعب يعني، قبل ما يجيلي فترة التعب ديت، كنت أقول يعني إيه تعب دوت؟ الناس اللي بيتعبوا دولت بيتعبوا إزاي؟ بيتعبوا ليه يعني؟ ما كنتش يعني. الحمد والشكر لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله. ربنا ييسر لكم كده كل امر عسير يا رب، والمرض ده ما يخشش جسمكم ابدا، ولا تشوفوه ابدا ابدا يا رب. النهارده بقى كمان اول يوم لامتحانات الثانويه العامه. ابني محمود في تالتة ثانوي، اول يوم ليه النهارده. ربنا كده يا رب ييسر لهم كل امر عسير كلهم يا رب، وما يخيبش تعب حد، ويفرح كل اهل يا رب بولادهم في الثانويه العامه. يا رب يا رب، ربنا يذكرهم بما نسوا، ويهديهم ويصلح لهم حالهم يا رب، هما واللي زيهم. نفضت بقى المكان كده، انا حاسه ان المكان كده بقى احلى. بقى ادى وسع جامد. وكمان لما اجي افتح الشباك يعني ما احسش اللي فيه هيعمل مع الشباك التاني كده طيار ومدي نسمة هواء. انا كنت بخاف بصراحة افتح الشباك، علشان المنور دوت بيبقى فيه حاجات فيران وحاجات، بخاف بصراحة تطلع. فجرأت وفتحت الشباكين. هما الصالة عندي ديت ليها شباكين اهمت، فبصراحة ادت هوا جميل. بصوا كمان بعد ما الأوضة اتفرشت بقى، والمكان اللي انتوا شايفينه دوت كده هو هيبقى فيه المفاجأة ان شاء الله. هنعمل بقى الكيكة بتاعتنا، كيكة البسيسة. هنحتاج 4 حبات من البيض، وكيسين فانيليا زي ما انتوا شايفين كده، وكوباية من اللبن. هنحط كله على بعضه يا جماعة، وكوباية كمان من السكر. وهنقلب شوية لغاية اما السكر يدوب، علشان السكر اللي انا عندي دوت سكر التموين. الحبيبات بتاعته كبيرة بصراحة، ما بيدوبش بسرعة. فما حطيتش بقية المكونات الا لما دوبت السكر الاول. انتوا ممكن تستخدموا سكر بودرة يعني يتطحن في الخلاط، او اي سكر ناعم بيدوب بسرعة. وبعدين ضفت كمان كوباية كاملة من الزيت. قلبت بقى كل المكونات ديت كويس مع بعض. طبعا الزيت هو مش هيدوب مع الحاجات ديت، بس هندوب بقى. هنضيف كمان كوبايتين من دقيق الذرة الاصفر، طبعا بعد ما نخلته. ولما يدوبوا كده ضفت كوباية من دقيق القمح العادي اللي هو الابيض. وضفت كمان كيس كامل من البيكنج باودر اهو. هنقلب بقى كل الحاجات ديت. بصوا سهل خالص خالص، وممكن كمان نقلبها بايدنا او بمعلقه، ما بتحتاجش اي ادوات خالص. هنقلب كل المكونات ديت كده على بعض، ما بتاخدش وقت خالص 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 اهي. بصوا بيبقى القوام بتاعها كده بالشكل ده كده اهو.
هنجيب بقى صينيه مدهونه بالزيت. بس يا جماعه لو انتوا ما عندكوش سمنه، يعني استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. يستحسن اللي انتوا تدهنوا بالسمنه، تدهنوا الصينيه بالسمنه، علشان انا دهنتها بالزيت طلعت الكيكه ناشفه شويه. يستحسن اللي انتوا تدهنوها بالسمنه او بالزيت. في الوقت دوت طبعا بيكون البوتاجاز، فرن البوتاجاز والع على درجة حرارة وسط. طبعا انا حطيت على وشها كده سمسم، حبيت اخليها قيمتها الغذائية كده عالية. طبعا انتوا عارفين السمسم مفيد جدا، لو مش عايزة تحطوا السمسم بلاش، بس هو بيديها طعم حلو وبيديها قيمة غذائية. وانا كمان مكترة كمية السمسم لان احنا كلنا بنحبها بالسمسم الكتير على الوش اهو. هتاخد معانا حوالي ساعة الا تلت في درجة حرارة وسط. مش هنشغل عليها شوايه ولا اي حاجه، هي بتستوي كده منها فيها وبتحمر كده كلها منها فيها كده من غير شوايه ولا اي حاجه. انا قلبتها على صينيه اكبر شويه، وده كان شكلها من تحت، ورجعت كمان قلبتها على وشها علشان طبعا اعرف اقطعهم. وزي ما قلت لكم يستحسن ان انتوا ما تدهنوش الصينيه زيت، ما تعملوش زي دهنه الزيت ديت اللي بتبقى في الصينيه بتنشفها بعد كده، وهتشوفوها شكلها يعني ايه ناشف شويه يعني، بس كان طعمها حلو، كانت حلوه. مش النوع اللي هي مقرمشه بقى وقاسيه كده، لا كانت حلوه برضو. بس يفضل اللي انتوا تدهنوا الصينيه طبقه من السمنه او الزبده بدل الزيت. انا قطعتها كده شكلها كده يعني بالطريقه ديت كده، اللي هي سمبوكسه زي ما بيقولوا بالورب كده شويه اهي بالشكل دوت كده. طبعا بتتاكل طبعا في الفطار، بتبقى مشبعه مع كوبايه شاي بلبن. بصوا شكلها عامل ازاي من جوه، وكانت مرتفعه وكانت حلوه، طعمها حلو قوي. اللي هيجربها مش هيندم، هيعملها على طول، ومقاديرها مظبوطه جدا. ربنا يخليها بقى ماما والدتي، يعني كانت بتعملها لنا. والناس بقى بتوع زمان كانوا بيعملوا الكيكه ديت، لان دقيق الذره كان بيبقى متوفر باستمرار. احنا دلوقتي ما بنلاقوهوش في اي مكان دقيق الذره بصراحه يعني. كان بيبقى متوفر جامد، كان بيبقى في البيت الحاجات ديت. فايه كان اسهل حاجه بيعملوها اللي هي كيكه البسيسه دي. بصوا شايفينها، هي بقول لكم يعني مفروله شويه علشان دهنه الزيت اللي هي في الصينيه، لكن هي بقيه المقادير كويسه جدا اهي. بصوا شكلها عامل ازاي كلها من جوه ما شاء الله. ولو حطيت عليها كمان معلقه واحده بس من الخل هتبقى جميله برضو، هتديها هيشان اكتر اهو. السلام عليكم ورحمه الله.